السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سنة أولى إعدادي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر سعيد السيد ودي قناتكم ذاكرلي أونلاين. هنحل مع بعض النهاردة يا شباب أهم أسئلة وتدريبات الوحدة الثانية في الدراسات الاجتماعية الترم الثاني، واللي هي عبارة عن درسين 2 فقط، وهما الدور الحضاري لمصر في إفريقيا في عهد محمد علي وكمان في عهد خلفائه. والوحدة دي يا شباب في غاية الأهمية وفيها أسئلة بتيجي كتير في امتحان آخر السنة، فركزوا معايا وكملوا الفيديو ده للنهاية. قبل ما نبدأ، لو شايف انك بتستفاد من المحتوى اللي بنقدمه ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك بما تفسر زيارة سعيد باشا للسودان عام 1857. ليه سعيد باشا زار السودان يا شباب بنفسه؟ هقوله ده لدراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وكمان تنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. طيب، قيام محمد علي بمحاكمة عدد من الموظفين ومصادرة أموالهم. ليه محمد علي عمل كده؟ قلنا ده بسبب إيه؟ بسبب سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم. طيب، مجيء محمد علي على رأس فرقة عسكرية إلى مصر. ليه محمد علي جه على رأس فرقة عسكرية إلى مصر؟ هو ده لتحرير مصر من الحملة الفرنسية اللي كانت موجودة في مصر ساعتها. طب، إرسال محمد علي بعثات من السودانيين إلى مصر. ليه محمد علي بعت بعثات من السودانيين إلى مصر؟ هقوله ده لكي يتلقوا التعليم خاصة في المجالات بقى العسكرية والإدارية. طب، السؤال اللي بعد كده بيقول لك إرسال محمد علي مزارعين مصريين إلى السودان. ليه محمد علي أرسل مزارعين مصريين إلى السودان؟ هقوله ده بهدف تدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة. ركزوا معايا يا شباب. طب، حملة محمد علي إلى السودان بنفسه في عام 1838. ليه محمد علي راح للسودان بنفسه؟ قلنا ده كان بهدف إيه؟ تفقد الإدارة المصرية بها وكمان للبحث عن المعادن. كان بيدور عن المعادن هناك وعايز يشوف الإدارة المصرية عاملة إزاي في السودان. طيب، إنشاء سعيد باشا المجالس العرفية بالسودان. ليه سعيد باشا أنشأ المجالس العرفية؟ قلنا ده بهدف إشراك السودانيين في حكم بلادهم. طيب، اهتمام محمد علي بإنشاء حاميات في السودان. ليه كان مهتم أوي إن ينشئ حاميات في السودان؟ هقوله ببساطة ده لتوفير إيه؟ الأمن والحماية. طيب، نشر محمد علي الكتاتيب في جميع أنحاء السودان. ليه نشر الكتاتيب في كل أنحاء السودان؟ قلنا ده لتعليم الناس بقى القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. طب، إدخال الخديوي إسماعيل تعديلات على التقسيم الإداري للسودان. ليه إسماعيل عمل تعديلات في الإدارة في السودان؟ ده بسبب إيه؟ بسبب توسعاته وضمه لأراضي جديدة. طب، اهتمام محمد علي بتحسين الإنتاج الحيواني بالسودان. ليه محمد علي كان مهتم إنه يحسن الإنتاج الحيواني في السودان؟ ده كان بهدف إيه؟ بهدف طبعا تصدير الماشية. طب، السؤال اللي بعد كده بيقول لك بما تفسر ازدهار حركة التجارة في عهد الخديوي إسماعيل. التجارة كانت مزدهرة ليه يا شباب في عهد إسماعيل؟ قلنا ده بسبب إيه؟ بسبب استقرار الأمن في المناطق الإفريقية اللي ضمها وكمان بسبب إنشائه لعدد كبير من الطرق والمراكز التجارية المهمة. علشان كده ازدهرت التجارة في عهده. طيب، إنشاء سعيد باشا لمجالس الأقاليم. ليه سعيد باشا أنشأ مجالس الأقاليم؟ هقوله ده للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. طيب، سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. ليه الأوضاع الداخلية في مصر كانت سيئة في نهاية حكم إسماعيل؟ ده بسبب إيه؟ بسبب الأزمات المالية والسياسية اللي حصلت في عهده. طيب، رغبة محمد علي في القضاء على المماليك الذين فروا إلى السودان. محمد علي كان عايز يقضي على المماليك ليه يا شباب اللي هربوا للسودان؟ طبعا لأنه كان خايف إن هم يتجمعوا أو يتحالفوا مع بريطانيا ويعودوا مرة تانية لاستعادة حكم مصر. طب، أقام الخديوي إسماعيل نقاط عسكرية في المناطق التي وصلت إليها الرحلات الاستكشافية. ليه إسماعيل عمل نقاط عسكرية في المناطق اللي وصل ليها؟ ده بسبب إيه أو بهدف إيه؟ بهدف تأمينها
وحمايتها ورفع العلم المصري عليها. طيب بما تفسر عدم استكمال سليم بيك قبطان رحلاته إلى البحيرات الاستوائية، ده كان بسبب إيه؟ ده كان بسبب الجنادل والشلالات اللي حالت يعني منعت تقدم سفن الرحلة. طيب بما تفسر إقامة سعيد باشا معسكرا على نهر الصباط، ليه عمل كده؟ عمل معسكر على نهر الصباط، ده كان بهدف إيه؟ بهدف طبعا منع تجارة الرقيق. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك اكتب كلمة صواب أو خطأ مع طبعا تصويب الخطأ. ولد محمد علي ببلدة قولة بشمال اليونان. أيوة الكلام ده صح صواب. طيب كانت مصر في عهد الخديوي إسماعيل تستقبل خريجي مدرسة الخرطوم لإتمام دراستهم على نفقتهم الشخصية. لا خطأ، ده كان على نفقة مين؟ الحكومة المصرية. طيب قام الخديوي إسماعيل بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة. أيوة الكلام ده صح صواب. طب بقول لك كان سليم بيك قبطان أول من شغل منصب حكمدار السودان. لا خطأ، ده كان إسماعيل باشا ابن محمد علي. طب أعفى سعيد باشا أهالي السودان من الضرائب المتأخرة وأسقط الضرائب عن الجنود. ايوه الكلام ده صح صواب. طيب السؤال اللي معاك بيقول لك اقتصرت سلطة الحكمدار بالسودان على السلطة المدنية. لا خطأ، ده كان عنده السلطة المدنية وكمان العسكرية. طيب من الصعوبات البشرية التي لعبت دورا في توقف الكشوف الجغرافية المصرية في افريقيا انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، هل دي من الصعوبات البشرية؟ لا خطأ، دي من الصعوبات الطبيعية. طيب كان حكمدار السودان تابعا لديوان الداخلية في مصر. أيوة الكلام ده صح صواب. طب وصل محمد علي عام 1838 إلى مناجم الذهب في مدينة دنقلة بالسودان. طبعا صح صواب. طب يرجع الفضل في نهضة السودان إلى الإمبراطورية البريطانية. لا خطأ، ده بيرجع الفضل إلى محمد علي باشا. طب أنشأ محمد علي مدينة كسلة وجعلها عاصمة للسودان، صح ولا غلط؟ لا خطأ، ده أنشأ مدينة الخرطوم وخلاها هي العاصمة، وقلنا بنى فيها إيه؟ مسجدين ومستشفى وكمان عدد من المخازن والمصانع. طب نجح محمد علي في الوصول لحكم مصر بعد تودده لشعبها. أيوة الكلام ده صح صواب، وقلنا عمل كده بعد خروج الحملة الفرنسية على طول. طب لم تشهد مصر توسعا منظما كما شهدت في عهد الخديوي إسماعيل. طبعا صح صواب، لأن الراجل ده شباب اللي هو الخديوي إسماعيل عمل توسعة لحدود مصر الجنوبية وكان ليه بعثات استكشافية كبيرة في قارة إفريقيا. طب وصلت حملة إسماعيل باشا ابن محمد علي في عام 1821 إلى مدينة صنار بالسودان. ايوه الكلام ده صح صواب. مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب بتقولك ما النتائج المترتبة على قيام محمد علي بقيادة حملة إلى السودان عام 1838 اللي ترتب على حملة محمد علي يا شباب للسودان. قلنا ترتب عليها نجاحه في الوصول لمناجم الذهب في مدينة دنقلة وأصدر أمر بإلغاء تجارة الرقيق. طيب السؤال بعد بيقول لك إصدار السلطان العثماني فرمان عام 1841 اللي ترتب على إصدار السلطان العثماني للفرمان ده. قلنا ترتب عليه حصول محمد علي على حكم وراثي لمصر والسودان. طيب اللي ترتب على إرسال خريجي مدرسة الخرطوم لإتمام دراستهم في مصر في عهد الخديوي إسماعيل. ده ساعد بقى على نبوغ يعني تفوق عدد كبير من العلماء السودانيين في مجالات عديدة زي الهندسة والمساحة والتاريخ. طيب معاهدة لندن عام 1840 ترتب عليها ايه المعاهدة دي يا شباب؟ سؤال مهم جدا. ترتب عليها تخلي محمد علي عن معظم الأراضي اللي حكمها خارج مصر. طيب إنشاء محمد علي للأبراج والتحصينات العسكرية في مدينة كسلة ده أدى لإيه؟ قلنا بقى ده أدى إلى توجه السكان من المناطق المجاورة للإقامة فيها وأصبحت بذلك من أهم المدن الإدارية في شرق السودان. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. إن مستقبل مصر في إفريقيا وردت المقولة السابقة على لسان أحد خلفاء محمد علي، وهو مين؟ مين اللي قال يا شباب إن مستقبل مصر في إفريقيا؟ ده كان إبراهيم باشا، الإجابة رقم 1.
طب أنشئت مجالس الأقاليم للفصل في الخصومات المدنية والتجارية بالسودان في عهد مين؟ محمد علي ولا عباس الأول ولا سعيد باشا ولا إسماعيل؟ ده كان في عهد سعيد باشا، الإجابة رقم 3. طب بيقول لك تم إنشاء إدارة للبريد في السودان في عام 1873 بناء على أمر الخديوي إسماعيل بمدينة إيه بقى؟ يعني إدارة البريد دي كانت في مدينة إيه؟ صنار ولا كسلة ولا دنقلة ولا الخرطوم؟ طبعا أنشأها في مدينة الخرطوم. طب قسم محمد علي باشا السودان إلى كم مديرية؟ ها جابوا معايا شباب؟ هسيب لكم السؤال ده تحلوه بنفسكم، يا ريت اللي عارف الإجابة ينزل يكتبها في التعليقات، عايزين نشوف مين هيجاوب عليه صح. طب أنشأ عباس باشا مدرسة ابتدائية بالسودان في مدينة إيه؟ كسلة ولا الخرطوم ولا دنقلة ولا صنار؟ طبعا كان في مدينة الخرطوم، والمدرسة دي عين عليها ناظر كان اسمه إيه؟ كان اسمه رفاعة الطهطاوي. طب توقفت رحلات سليم بيك قبطان في عهد محمد علي ولم تستكمل تقدمها بعد أن وصلت قرب النيل الأبيض ولا البحيرات الاستوائية ولا دنقلة ولا صنار؟ طبعا بعد ما وصلت قريب من البحيرات الاستوائية، الإجابة رقم 2. طب بموجب فرمان السلطان العثماني عام 1841 حصل محمد علي على حكم وراثي لمصر وإيه؟ والشام ولا الحبشة ولا اليونان ولا السودان؟ طبعا حكم وراثي لمصر والسودان، الإجابة رقم 4. اهتم الخديوي إسماعيل بالزراعة في السودان حيث توسع في زراعة محصول إيه؟ طبعا توسع في زراعة محصول القطن، الإجابة رقم 2، وده عشان يدعم الصناعات التصديرية. بقول لك اصطحب إسماعيل باشا في حملته للسودان عام 1821 مجموعة من العلماء إيه؟ المصريين والأتراك؟ لا طبعا. طيب الفرنسيين والإنجليز؟ برضو لا. طب المصريين والفرنسيين ولا الأتراك والإنجليز؟ كان المصريين والفرنسيين يا شباب، وده عشان يستكشف المنطقة الجنوبية لمصر، ووصلت الحملة دي لمدينة اسمها مدينة صنار في السودان. بقول لك كان حكمدار السودان يجمع بين السلطة العسكرية والسلطة الإيه؟ لسه قايلين من شوية كان الحكمدار ده بيجمع بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية. طب أنشأ محمد علي مصنعا للبارود بمدينة إيه؟ مصنع البارود كان في مدينة الخرطوم اللي هي العاصمة. طب تم مد خط سكة حديدية بمحاذاة نهر النيل بالسودان في عهد مين؟ ده كان في عهد يا شباب؟ الخديوي إسماعيل، برافو عليكم. طب تم تقسيم السودان إلى 5 مديريات تتبع وزارة الداخلية بالقاهرة على يد مين؟ ده كان على يد سعيد باشا، الإجابة رقم 4. طب بيقول لك أنشأ الخديوي إسماعيل فنار في ميناء بربرة على إيه؟ خليج عدن ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط ولا خليج السويس؟ طبعا الفنار ده كان في ميناء بربرة على خليج عدن، الإجابة رقم 1. مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب بتقول لك أيد بالأدلة على صحة العبارات الآتية: كان لمحمد علي دورا إنسانيا في السودان. إيه دليلك إن محمد علي كان ليه دور إنساني في السودان؟ هقول له أيوة، حيث أمر بإلغاء تجارة الرقيق، ويعد ذلك أولى المحاولات اللي استمرت بقى لعقود طويلة لإنهاء تلك التجارة اللا إنسانية. طيب قام محمد علي بعدة أمور للنهوض بالزراعة في السودان. إيه هي الأمور اللي عملها محمد علي أو الحاجات اللي عملها محمد علي علشان ينهض ويتقدم بالزراعة في السودان؟ هقول له بقى إنه أرسل مزارعين مصريين لتدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة، واهتم بمشروعات الري، فاللي أنشأ السواقي وحفر قنوات الري، وكمان أدخل زراعة بعض المحاصيل زي القطن وقصب السكر وبعض أشجار الفاكهة. طب السؤال بقى بيقول لك إيه دليلك إن الاستكشافات الأوروبية نشطت في عهد سعيد باشا؟ الاستكشافات الأوروبية لقارة إفريقيا كانت نشيطة في عهد سعيد باشا. هقول له أيوة، حيث أرسلت بقى الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية العديد من البعثات الاستكشافية طبعا للكشف عن منابع نهر النيل. طيب اهتم محمد علي بالتعليم في السودان. سؤال مهم جدا، ايه دليلك ان محمد علي كان مهتم بالتعليم في السودان؟ قالوا بقى حيث قام بنشر الكتاتيب في جميع انحاء السودان، وانشأ بعض المدارس النظامية في المناطق الحضرية، وكمان ارسل بعثات من السودانيين الى مصر لتلقي العلم. طب اهتمام الخديوي اسماعيل بوسائل الاتصال في السودان، إيه دليلك إن إسماعيل كان مهتم بوسائل الاتصال؟ قالوا بقى إنه أنشأ العديد من مكاتب البريد في السودان، وأسس كمان إدارة للبريد في الخرطوم عام 1873، واهتم بمد خطوط التلغراف
وأنشأ العديد من مكاتب التلغراف في مختلف المدن السودانية. طب اهتم محمد علي بالتعدين والصناعة في السودان. إيه لك إن محمد علي كان مهتم بالتعدين والصناعة؟ قالوا بقى إن هو اهتم بالبحث عن المعادن واستثمارها زي الذهب والحديد، وكمان أنشأ المصانع في الخرطوم زي مصنع البارود وترسانة لصناعة السفن، وألحق بيها معمل لإعادة تشكيل الحديد، وكمان مصنع لنجارة الأخشاب. طب كان للخديوي إسماعيل دوافع شخصية ساهمت في إرسال بعثاته الاستكشافية نحو إفريقيا. هي دوافعه الشخصية يا شباب إن هو كان بيطمح في تكوين إمبراطورية إفريقية بتقف أمام أطماع الدول الأوروبية وتعلي من شأنه أمامها. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك قام محمد علي ببعض الإصلاحات القضائية في السودان. إيه دليلك إن محمد علي عمل إصلاحات قضائية في السودان؟ هقول له أيوة، حيث استبدل الأعراف والتقاليد القبلية بالقانون العثماني، فنلاقيه عين قاضي لكل مديرية وكانت سلطته محدودة، وكمان عين رئيس للقضاء في الدولة وكان صاحب الحكم النهائي. طب بقول لك أراد محمد علي من توسعاته في السودان تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية. هقول له أيوة طبعا، حيث كان يهدف إلى استثمار مواردها الاقتصادية زي الذهب والعاج والصمغ العربي. أما بقى الأهداف السياسية فكانت توسيع حدود مصر وتكوين إمبراطورية عظيمة، وكمان القضاء على المماليك اللي فروا من مصر إلى السودان. طب عمل محمد علي على تطبيق القانون ونشر العدل في السودان. إيه لك إن محمد علي كان بيعمل على تطبيق القانون وينشر العدل في السودان؟ قالوا بقى حيث حارب الفساد الإداري هناك، وكمان حاكم عدد من الموظفين وصادر أموالهم بسبب طبعا زي ما قلنا سوء إدارتهم واستغلالهم لمناصبهم. طيب قام سعيد باشا ببعض الإصلاحات في النقل والبريد. سؤال مهم جدا، ركزوا معايا يا شباب. إيه دليلك إن سعيد باشا عمل إصلاحات في النقل والبريد؟ قالوا بقى حيث قام بتنظيم المواصلات والبريد بين مصر والسودان، وكمان أنشأ محطات على مسافات محددة لتغيير دواب النقل. طب اهتمام محمد علي بالتجارة والنقل في السودان. ايه دليلك ان محمد علي كان مهتم بالنقل والتجارة في السودان؟ قالوا بقى هنا حيث اهتم بتأمين طرق التجارة وكلف شيوخ القبائل بحمايتها، وكمان قام بتطوير الملاحة النهرية. طيب نجاح الحملات والرحلات التي أرسلها الخديوي إسماعيل لاستكشاف إفريقيا. إيه دليلك إن الرحلات والحملات دي نجحت؟ قالوا طبعا حيث تم بقى من خلالها اكتشاف منابع النيل الاستوائية، وكمان وصل لمديرية خط الاستواء وبحيرتي ألبرت وفيكتوريا. ومش بس كده، ده تم اكتشاف الجهات الشرقية من الحبشة والوصول إلى الصومال كمان، ورسم خريطة مفصلة للمناطق اللي وصل إليها الحملات وأقام نقاط عسكرية بها. طب اهتمام الخديوي إسماعيل بالملاحة النهرية في السودان. إيه دليلك إن إسماعيل كان مهتم بالملاحة النهرية في السودان؟ هو بقى حيث قام بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة فأصبح صالحا لمرور السفن، وقام بإصلاح ترسانة الخرطوم التي أنشئت في عهد محمد علي. بعد كده شباب معانا مجموعة أسئلة تانية بتقولك إلى من تنسب الأعمال التاريخية الآتية. قسم السودان إلى 5 مديريات مستقلة تتبع كل منها نظارة الداخلية بالقاهرة. مين اللي عمل كده؟ ده كان سعيد باشا اللي قسم السودان ل5 مديريات. طب أحد خلفاء محمد علي وقام بتقسيم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة. طبعا ده الخديوي إسماعيل. طب أصدر قرارا بمنع تجارة الرقيق، وكانت أولى المحاولات لإيقاف هذه التجارة بإفريقيا. ده طبعا محمد علي، برافو عليكم. طب أنشأ بعض المدارس النظامية في المناطق الحضرية بالسودان. ده مين يا شباب؟ ده محمد علي. يقول لك تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس الأول بالسودان، لسه قايلينها من شوية، ده كان اسمه رفاعة الطهطاوي. طيب قاد حملة على السودان في عام 1838 لتفقد الإدارة المصرية بها. ده طبعا محمد علي. طيب أول من شغل منصب حكمدار السودان ده كان مين يا شباب؟ ده كان إسماعيل ابن محمد علي. طيب ضابط بحري مصري
قام ب3 رحلات متتالية ورا بعضها لاستكشاف منابع نهر النيل؟ ده سليم بيك قبطان. آخر بقى مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك أجب بما هو مطلوب أمام كل عبارة مما يأتي. ما المقصود بكل من تجارة الرقيق والمجالس العرفية؟ طيب الأول، تجارة الرقيق يعني إيه يا شباب؟ قلنا هي عمليات بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم كمان من حريتهم وحقوقهم. طب المجالس العرفية يعني إيه مجالس عرفية؟ قلنا هي تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض المنازعات بين الأفراد استنادا إلى الأعراف والتقاليد المتبعة. السؤال اللي بعد كده يقول لك ما العلاقة بين كل من الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية عهد إسماعيل وحركة الكشوف المصرية في إفريقيا؟ هل في علاقة ما بينهم؟ هقوله طبعا إن سوء أوضاع مصر الداخلية في نهاية حكم الخديوي إسماعيل اللي كانت طبعا بسبب الأزمات المالية والسياسية أدت إلى توقف حركة الكشوف الجغرافية المصرية في إفريقيا. طب ما العلاقة بين كل من محمد علي ونظام الحكم والإدارة في السودان؟ هقوله بقى إن محمد علي أقام نظام حديث للحكم والإدارة في السودان مماثل تماما للنظام اللي أسسه في مصر، من خلال بقى إرساء الأمن وتعيين حكمدار للسودان وتقسيم السودان إلى 7 مديريات وتطبيق القانون ونشر العدل. طب أقول لك ماذا كان يحدث إذا لم تفرض الدول الأوروبية معاهدة لندن عام 1840 على محمد علي؟ هقوله بقى لاستكمل محمد علي توسعاته الخارجية ولم يتخلى أبدا عن معظم الأراضي التي حكمها خارج مصر. طب ماذا كان يحدث إذا لم يهتم محمد علي بالنقل والتجارة في السودان؟ هعكس بقى إنجازاته في النقل والتجارة، هقوله لم يتم تأمين طرق التجارة وتكليف شيوخ القبائل بحمايتها، ولم يتم تطوير الملاحة النهرية، ولم تصبح الخرطوم من أهم المحطات التجارية في إفريقيا في الوقت ده. آخر بقى سؤال معانا النهاردة يا شباب بيقول لك قارن بين كل من المعوقات الطبيعية والبشرية لتوقف الكشوف الجغرافية المصرية في إفريقيا. المعوقات الطبيعية هي إيه؟ قلنا عدم صلاحية الأنهار والبحيرات الداخلية للملاحة وانتشار المستنقعات. السبب الثاني كان ضيق الطرق البرية وكثرة تعرجها وعدم استوائها. رقم 3 انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة ووجود الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة والزواحف السامة. رقم 4 غزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. أما بقى المعوقات البشرية فقلنا حاجتين فاكرينهم، قلنا سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل بسبب طبعا الأزمات المالية والسياسية، والسبب الثاني كان الاستعانة بالأجانب وتعيينهم في الوظائف العليا. وبكده يا شباب تكون خلصت أسئلة النهاردة. هسيب لكم رابط اختبار إلكتروني مهم جدا على الوحدة بالكامل في الوصف وفي أول تعليق مثبت. وفي النهاية لو شايف إنك استفدت من الفيديو ده ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.